بعد اذنكم مش بحب ابدا الزنقه دي خالص، مش عارفه اتنفس. اول ظهور للفنانه ايمي سمير غانم بعزا الراحل مصطفى فهمي بعد خروجها من المستشفى. كان باين عليها ملامح التعب وما كانتش قادره تتنفس. ايمي سمير غانم اتصابت بمرض مناعي وبقالها اكتر من 6 شهور بتحاول تتعالج من المرض المناعي، والدكتور منعها من الاختلاط بسبب ان مناعتها ضعيفه جدا. وظهرت امبارح في عزا الراحل مصطفى فهمي، بس كان باين عليها التعب. وكان معاها اختها دنيا سمير غانم، قدمت واجب العزا رغم تعبها عشان تواسي حسين فهمي بعد رحيل اخوه مصطفى فهمي اللي كان باين عليه التعب والحزن الشديد. وكان باين عليها ان هي متضايقه جدا وهي بتزعق للمصورين بعد ما هجموا عليها وكانوا عايزين يصوروها، وقالت لهم ابعدوا عني انا باخد نفسي بالعافيه. كل اللي بيحب ايمي سمير غانم ينزل في الكومنتات يدعي لها ان ربنا يشفيها وتعدي الازمه على خير، وتوافق كتير من نجوم الفن والمشاهير والكوره وكمان رجال السياسه والدوله على تقديم واجب العزاء للراحل مصطفى فهمي. وانتشرت الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا بطريقه كبيره. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.